بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدأ الليلة بس يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة يا مولانا ما يصحش كده. لا ده عريسنا زين وكحيل العين توكل على الله يا مولانا. بقول لكم اهو والايام بينا، نادي الزمالك بينتهي. انا بقول لكم اهو والايام بينا، يا تلحقوه يا ما تلحقوهوش. المطلوب دلوقتي ان الزمالك يبقى زي اي فريق في الدوري في ال 18 فرقه، ما يبقاش بقى حتى ولا الوصيف ولا البعبع ولا الفن. لا انا بقول لحضراتكم احنا رايحين في سكه اللي يروح ما يرجعش. انت عندك قدامك الاهلي عنده الدكه بتاعته بره فيها فرقه تانية، ناس نازله كلها عايزه يعني تعمل حاجه، تقدم حاجه، في قياده، في نادي، في استقرار، في فلوس، في مرتبات، في اعلانات، في دعم. احنا عندنا ايه؟ امال امك انت وساعتك مفيش اي شك من اي بني ادم. يا سمير يلا بينا. ممكن نكمل انا مع سعادتك؟ ايه يعني الغطاسه بتاعت امك دي؟ ايه الرزانه اللي انت فيها دي؟ وانت دخلة السيمة بتاعتك دي يعني من غير مؤاخذة يعني لا انا شايف فيها صنعة ولا هوبت من الاصول. دي دخلة انك لميت وانهم لميتون. مرتضى منصور مش رئيس النادي دلوقتي، ابنه هو اللي رئيس النادي دلوقتي. بس هو ده ما فيش حد بيساند. لو بيساندوا كانوا حجزوا للعيبه دي طيران، بدل ما اجي الشحط واتبهدل على دفعتين. اللي يركب من برج العرب واللي يركب من القاهره ينزل الرياض واللي يركب من برج العرب ينزل الدمام. انهي فرقه تيجي مفككه نصها جاي ونصها ما جاش؟ بس كان في كلام انه في جايين طياره خاصه. طياره خاصه؟ اللي عاوز يكذب يكذب، انا ما بكذبش وما بخافش من اي حد في الاداره. اتكلم يالا عدل يالا. اتكلم بأدب. لو سمحت اتكلم بأدب يا ولد. لو سمحت اذا مش هحمي اتكلم بأدب يا ولد. اذا مش هحمي ما المتحدث كنتش محترم اجي لو سمحت اتكلم بأدب يا ولد. طيب ماذا بعد هذا الفوز؟ انا ان شاء الله ربنا يكرمنا لو كسبت البطوله او خسرت، انا مش مكمل مع الفرقه في وجود اداره مش ملتزمه. ليه؟ لما الخساره بتيجي بيوجهوا السهام للمجلس. نعم. لا الجديد بقى لما المكسب بيجي بيوجهوا السهام للمجلس برضه. يا الله خير ان شاء الله. لا حضرتك دي جديده. لا حضرتك انت مسافر بفلوس نادي الزمالك. نعم. وجايب اللبس بفلوس نادي الزمالك، وراكب العربيه بفلوس نادي الزمالك، وواصل المطار بفلوس نادي الزمالك، وقاعد في الاوتيل على حساب نادي الزمالك، وقاعد في الطياره على حساب نادي الزمالك. طب هو كله نادي الزمالك اللي دافعه، حضرتك فاهم غلط. محمد اضحك 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 عبد الله اضحك اضحك اضحك. حضرتك قبل ما تسافر واخد فلوس، حضرتك قبل ما تسافر فلوس اللعيبه واخده فلوس، حضرتك قبل ما تسافر في ناس اصرت تاخد فلوس قبل ما تسافر. بدون توضيح انا مش هتكلم كتير لان انا شايف ان منصب رئيس النادي المفروض ما اتكلمش على مدرب ولا لاعب ولا عضو مجلس اداره. انت قاعد مش لابس بامبرز، روح البس بامبرز يالا بقى كلام فاضي كتير. مفيش اي فرقه في العالم تستحمل اللي احنا فيه ده. احنا لغايه دلوقتي ما دفعتش فلوس الاشتراك، كنت ممكن ما العبش النهارده. الاداره مش واقفه مع الفرقه ولا ماديا ولا معنويا ولا حد عارف عننا اي حاجه لغايه دلوقتي. انا حمار وغبي. الحمد لله رب العالمين، الاثنين حمار وغبي. انا في لعيبه عاوز ادخلها على البطوله زي كريم هنداوي، لسه ما دفعتلوش الفلوس عشان احول له. لعيب تاني اشول لسه ما دفعتلوش فلوس. لعيبه ما خدتش فلوس، جهاز ما بياخدش فلوس. لولا جمهور اول مباراه انا ما كنتش لحقت المباراه. حجزوا لنا الرياض واحنا المفروض ننزل الدمام، جينا 5 ساعات لقيت الجمهور جايب اتوبيس على حسابه واكل اللعيبه ومساندنا 5 ساعات لغايه ما جابونا هنا الساعه 12. لعبنا الماتش الساعه 1. يا لهوي
يخف فمك يا رجاء، يا دي الشيله ويا دي الحطه، رحنا على جمل وجينا على بطه. ليه كل ده؟ اداره عشوائيه، مفيش اداره. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ اداره. انا عارف ان انا هقطع البطوله بتاريخ كذا، كان المفروض يحجز طيران، يحجز فلوس، والفلوس بتاعت الاشتراك البطوله، انا لغايه دلوقتي ما دفعتش فلوس الاشتراك. لو ما دفعتش الفلوس الاشتراك مش هلعب المباراه اللي جايه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يعني كلام متداول ان لا، نادي الزمالك عايز 15 مليون دولار في زيزو، وكمان امتيازات مع اعاده بيعه مش عارف 15% وحاجات. طبعا زيزو يستاهل كل خير، ولكن طبعا ده موضوع وده كلام مبالغ فيه بشكل كبير. لو الكلام ده صحيح زيزو الافضل، طبعا زيزو الافضل، ارقامه بتقول ان هو الافضل، ولكن من الجاب كبير قوي ما بين 6 مليون دولار او لحد 15 مليون او على الناحيه الثانيه الجمهور، انتوا عارفين الجمهور يعني بيفكر بعقليه ثانيه بقى خالص غير مجالس الادارات. هتسال اي واحد في جمهور نادي الزمالك طبعا قولا واحدا نفسه ان زيزو يستمر ويكمل في نادي الزمالك، وهتوقف اي واحد في الشارع هيقول لك لا يقعد. كمان واحده والنبي يا ري. كفايه بقى. ده كمان واحد. كفايه بقى. ده كمان واحد. احمد فتوح بيحب نادي الزمالك؟ طبعا بيحب نادي الزمالك. حابب انه يتواجد في نادي الزمالك؟ اعتقد بنسبه كبيره حابب انه يتواجد في نادي الزمالك. ولكن دايما احنا بنتكلم في الكوره ما بقتش زي زمان. الكوره دلوقتي بقت احتراف، ودلوقتي خلاص الكوره بقت فلوس، وزي ما اللعيب بيأدي وبيطلع احسن حاجه عنده للنادي، واعتقد فتوح واحد منهم بكل تاكيد، فبرضه اللعيب في نفس الوقت محتاج ان هو يتقدر، اما يبقى له فلوس ياخدها في ميعادها. وبالتالي نادي الزمالك لا عنده مشاكل ماديه، اتكلمنا في شيكابالا، اتكلمنا في متاخره اللعيبه، اتكلمنا في انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. مش منه اي حاجه. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا ايه القرف ده؟ 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 وبكل الحب بشكركم، سعدت بلقائكم، وتحياتي لكم اخوكم جمعة شو، وتمنياتي لحضراتكم بالنجاح والمستقبل الجميل، وارجو من حضراتكم تتابعوني عشان خاطري انا، عشان خاطري تابعوني على قناتي جمعة سطلانة، عشان انا بحبكم في الله، وقفوا معايا وان شاء الله مش هتندموا، والسلام عليكم.